أهلا بيكم في قناة قصص وروايات، مكان بنعيش فيه القصة بكل مشاعرها وبنكتشف فيها معنى جديد للحياة. يلا بينا نبدأ قصتنا الجديدة، قصة موجة ضد التيار. كان يا مكان في عمق البحر الأزرق كانت فيه موجة صغيرة، شكلها ناعم، خفيفة، لونها أفتح من باقي الموج، وكأنها مختلفة من أول لحظة. الموجة دي كانت كل يوم تمشي زي باقي الموج، تمشي في نفس الاتجاه، نفس السرعة، نفس الطريق، لكن قلبها كان دايما بيسأل: طيب ليه كلنا ماشيين كده؟ ليه ما نجربش نغير؟ وفي يوم قررت تعمل حاجة غريبة، لفت ومشيت عكس التيار، والموجات التانية بدأت تزعق فيها: انتي مجنونة، هتضيعينا معاكي، اللي بيخرج عن السرب بيغرق. بس الموجة ما سمعتش، كانت ماشية ورا إحساسها. قالت في نفسها: يمكن أكتشف حاجة جديدة، يمكن ألاقي مكان ما شافوهوش حد قبل كده. وفجأة وهي ماشية عكس التيار، شافت ضوء تحت المية، نور بيشع من كهف صغير. دخلته ولقت جواه كنز، كنز من اللآلئ اللامعة ومناظر عمرها ما شافتها. وقتها فهمت إن الطريق اللي اختارته بقلبها رغم خوفها هو اللي وصلها لحقيقتها. لو كانت فضلت تمشي زي باقي الموج كانت هتفضل تايهة وسط الزحمة. رجعت الموجة وهي مبتسمة، مش بس عشان لقت الكنز، عشان لقت نفسها. العبرة من القصة: امشي بطريقتك حتى لو الناس كلها ضدك، اللي بيسمع صوته الداخلي هو اللي بيوصل للحقيقة. لو عجبتك القصة ما تنساش تدوس لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد من قصصنا. شكرا ليكم ونشوفكم في قصة جديدة.